ناس كتير بتسأل ايه اللي هيحصل لي في يوم العملية من أول ما أوصل المستشفى لحد ما أفوق من العمليات. النهارده هاخدكم في رحلة نحكي كل ده بالتفصيل. هنتكلم على نقط عامة بتحصل بعد العملية ونقط خاصة بالسيستم بتاعنا. وانت في الغرفة بتاعتك بيمر عليك مساعد الجراح وبيمر عليك دكتور التخدير، بيطمنوا على التحاليل بتاعتك وبيتأكدوا من صيامك وبيتأكدوا من كل حاجة جاهزة وان انت عاملها مظبوط. كمان التمريض بيعدي عليك ياخد العلامات الحيوية ويسجلها. لما الأمور دي كلها بتخلص بنلبس اللبس المخصص للعملية ونتنقل لغرفة العمليات. بعدها بيتنقل على الترولي اللي بيوديك لغرفة العمليات، وهناك أنا بسلم عليك، وبعدين بنبدأ نتنقل على الترابيزة المخصصة لعمليات السمنة. بتشوف الأدوات بتاعتك اللي هتتعمل بيها العملية، وبعد كده بنبدأ رحلة البنج. بقية التمريض بيكون معاك خطوة بخطوة، بيبدأ بعد ساعتين حد يلبسك اللبس بتاعك وتبدأ حركة، خطوات بطيئة وبالراحة في الأول. بعد شوية الحركة بتزيد بالتدريج. أنا بخلص عمليات وأمر عليك عشان أطمنك وأطمن الناس الموجودين على العملية.